إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لما كنا نمر في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام وفي الشهور الماضيات بل والسنين الفائتات ما حل بهذه البلاد من نكبة كان من ورائها السفارات وعملاء السفارات، وكان من ورائها أيضاً كثير من العلمانيين من أحزاب السوء التي تسلطت على هذه البلاد وادعت أنها تصلح العباد والبلاد، ولكنه صلاح هو الفساد بعينه، وهي الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها المنافقين. وهناك حديث قد رفعه بعض أهل العلم ووقفه بعضهم، والرفع أولى لأنه لا يقال من قبل الرأي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أشياء فتكلم فيها ثم في حديث طويل، ثم تكلم عن خصال 5 ستبتلى بها الأمة، وأعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يدركوهن، وفعلا لم يدركهم أو لم يدرك هذه الخصال المهاجرون، فقد وقعت في من كان بعدهم ممن ترك طريقتهم وسلك غير سكيكتهم. في الحديث الطويل، ونقرأ بعضه فقط لأن الكلام فيه يطول ويأخذ أكثر من جمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال 5، وخصال جمع خصلة، يعني في صفات وفي أفعال وممارسات ستقع في الأمة، 5 أشياء بارزة. قال: إذا ابتليتم بهن، وهذا سماه ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل هؤلاء الساسة والأحزاب جعلهم من الابتلاء والبلاء، وما يحدث في المجتمع هو من البلاء والابتلاء، وذلك لأن المجتمعات تنكبت طريق ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم، عشان كده بسموها النوازل. العلماء بيسموا المسألة دي شنو؟ النوازل، يعني حاجة بتنزل فيك من غير أن تستطيع أن تدفع بها أو أن تدرأها، إلا أن تراجع دينك، إلا ترجع للدين. قالوا: أعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله للمهاجرين ألا يدركوا هذه الخصال، لكن للأسف الشديد نحن أدركناها. ليه؟ لأنه نحن ما أخذنا طريق المهاجرين والأنصار، بل أخذنا طريق العلمانيين والديمقراطيين والقوميين والقبليين وغيرهم من أهل الباطل. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. تظهر، الظهور معناه يكون شيء علني والناس ما تستنكر، والآن ظهور الفاحشة موجود في الإعلام، موجود في الشوارع، موجود فواحش بجميع الأنواع، والفواحش التي في الغرب هي الأصل للفواحش الموجودة في بلادنا. ليه؟ لأنه للأسف الشديد الناس إنما يتخذونهم قدوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الناس اللي بيتابعوا الغربيين. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يعلنوا بها معناه شيء علني، يعني بالواضح كده، ما في اختشاء. قال: وفي رواية يعمل فيها علانية. قال: إلا فشى فيهم الطاعون. والطاعون هو مرض فتاك يقتل الناس بالآلاف، زي الطاعون المرة قبل فترة، ده أقرب مثال عشان نقرب الفهم، ما يسمى بكورونا الذي قتل مئات الآلاف بل ملايين حول العالم. ده نوع من الطاعون. نوع من شنو؟ من الطاعون. دي الطواعين اللي هي جائحة، زي الطاعون الذي ضرب
أوروبا في العصور المظلمة كما يسمونها طاعون الأسود. قال إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أسلافهم معناه شنو؟ أبهاتهم وأجدادهم والناس القدام. وطبعا هناك أسباب مادية وأسباب غيبية. الغيبية ترى دي المادية، قد يقول الأطباء والله يا أخي الأمراض دي ظهرت لأنه التغذية بقى فيها أشياء صناعية كثيرة وأطعمة مسرطنة، ده كله صحيح، لكن هذه أسباب ظاهرة. حتى هذا الذي يفعله الغذائيون من الأطعمة المسرطنة ولا غيرها هو من البلاء نفسه. ما هو ده السبب المادي اللي انت شايفه، لكن السبب الغيبي هي الفواحش دي التي أعلنت في الشوارع وفي المدارس وفي الأسواق بل حتى في بعض المساجد. قال والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قال وسلط الله عليهم الموت. والآن الله سبحانه وتعالى سلط علينا الموت في هذه البلاد، يموت الناس بمئات الآلاف، والأسباب الظاهرة معروفة المادية. يقول لك والله يا أخي الناس ما اتفقوا، ما جلسوا لطاري، ما سمعوا كلام المدنيين. هذا هو البلاء نفسه. كلام المدنيين هو كلام إبليس، ما يسمى بالمدنية والعلمانية هو هذا دين إبليس نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى توعد أن من خالف كتابه وسنة نبيه بهذه الطاعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وفشو الموت. قال ولم ينقصوا المكيال والميزان. دي الخصلة الثانية. الفواحش تؤدي إلى الأمراض والطواعين والأوبئة والموت. ثم قال ولم ينقصوا المكيال والميزان. المكيال أشيل بكيلو كيل، والميزان أشيل بوزن وزن، سواء كان العبار أو الوزن. قال لم ينقصوا معناه شنو؟ معناه في لعب تجاري، في غش تجاري، ده واضح موجود. تجيب البضاعة من وين وين تلقى فيها غش تجاري فاسدة، بل أحيانا بعض الأجهزة والمركبات تلقاها فاسدة من أهلها. ده غير الغش الموجود في الصناعات الموجود في التجارة، هذا كله من نقص المكيال والميزان. تلاعب ليه؟ لأن المكاييل والموازين دي هذا من سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق، من خرقها الله سبحانه وتعالى شنو؟ يفتك بمجتمعه. وللأسف الشديد المكاييل والموازين عند الكفار الأوروبيين هي أوزن وأدق من عندنا. ليه؟ لأنه عندهم جهاد بالتابع، لكن نحن هنا ما عندنا جهاد بالتابع، بل المسؤول نفسه فاسد. تلقى المسؤول نفسه في بلاد المسلمين هو نفسه فاسد وحرامي ولص وسخان ومرتشي على مستوى القمة والطبقة المتوسطة والدنيا، إلا من رحم ربك. تلاعب في المكاييل والموازين والمقاييس والمواصفات. قال إلا أخذوا بالسنين. السنين جمع سنة، والسنة يعني معناه شنو؟ يحصل نوع من المجاعات، ويحصل نوع من نقص الثمرات، ومن نقص الأشياء التي يختات بها الناس وغيرها من النقائص. قال إلا أخذوا بالسنين يعني الشدة، وشدة المؤونة. شدة المؤونة هو المعايشة الصعبة دي. المعايشة الصعبة الآن اللي عايشينها الناس دي معايش صعبة، يقول لك المعايش جبارة. المعيشة الصعبة دي سببها شنو؟ هو نفسه التلاعب في المكاييل والموازين والمواصفات والمقاييس في أي شيء، سواء كان في ملبوس أو مأكول أو مشروب أو مركوب. حتى المركبات تلقى في تلاعب في التصرف. واحد يودي عربيته للتصليح، الواحد يصلحها يخلي لك فيها حاجة ناقصة، يلعب لك في حاجة. ده كله بيؤدي إلى شنو؟ إلى هذا الفساد الذي نحن فيه. ودي طبعا ما مسؤولية الحكومة بس، حتى الشعب مشترك في هذه الجرائم إلا من رحم ربك. فلا بد لكل إنسان أن يتقن عمله ويتقن ما تحت يده من مواصفات ومقاييس ومتطلبات. قال وجور السلطان عليهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك السلطان ده ذاته، السلطان اللي ما عجبك ده
السجمان ده، المرتشي، الوسخان، الظالم. والسلطان هو منو؟ السلطان ده ما قاعد في بيته أو قاعد في قصره أو قاعد في بيته، لكن السلطان بتلقاه في الشارع، بتلقاه في رجل المرور، بتلقاه في الشرطي، بتلقاه في العسكري، بتلقاه في الموظف، بتلقاه في مسؤول البلدية أو المحلية. هؤلاء كلهم يمثلون السلطان. قال لك أنت لو تلاعبت في المقاييس والمواصفات والمكاييل والموازين والمتطلبات الحياتية التي يعيش الناس عليها، ولا بد أن يأتمن الناس بعضهم بعضا فيها، لو حصل الكلام ده قال لك حيجيك جور السلطان. جور السلطان معناه شنو؟ ظلم السلطان. فعجبت لظالم يسأل عن عدل من ظالم. يعني الشعب يظلم بعضه بعضا، ويأكل بعضه أموال بعض، ويتلاعب بعضهم ببعض، ويغش بعضهم بعض. يقول لك يا أخي الحكومة دي ظالمة، الحكومة دي مجرمة، يا أخي العساكر دي المرتشين. الحاصل شنو في البلد؟ الحاصل زي ما الله قال بما كسبت أيديكم ويعفو عن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى قال لك أنا بعفي عن كثير، بعفي لك 80% 90%، بس بعاقبك ب10 20% بس. يعني دي الآن عقوبة جزئية. والله لو عاقبنا الله سبحانه وتعالى بما نستحق ما ترك على ظهرها من دابة، ما بيخلي بهيمة تتلف. ده قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم. دي الخصلة الثالثة. لو منعوا الزكاة قال إلا منعوا القطر من السماء، القطر المطر يعني. ولولا البهائم لم يمطروا. يعني لولا، ووارد مثل مشهور يقول لك لولا شياب ركع وبهائم رطع وأطفال رضع لما أمطر الله الناس. يعني الله سبحانه وتعالى لولا إنه في بهائم، البهائم دي ما عندها ذنب، ما مكلفة، لو ما البهائم دي الله سبحانه وتعالى ما كان يمطر الناس. ليه؟ لأنهم تظالموا. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ده يا جماعة ما يجوز حتى للكفار، ما يجوز أن تظلم حتى الكافر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن بعض السلف أنهم قالوا إن الله ينصر، وطبعا ده نصر قدري ما نصر شرعي. النصر الشرعي ده لا يكون إلا المسلمين، نصر قدري من القدر بس. يعني الله قدر كده، دي سنة الله في الكون ولن تجد لسنة الله تبديلا. السنة دي جارية على الكفار على المسلمين، جاري عليهم كلهم. فأنت إذا كان ظلمت زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. عادلة بمعنى شنو؟ تضع كل حق في مكانه، الحق اللي هم متفقين عليه. خليك من حق الله سبحانه وتعالى، ما هو حق الله سبحانه وتعالى ده مقرر في كتابه والسنة. الله سبحانه وتعالى بين الحقوق لحق الله: حق الإمام، حق الرعية، حق المرأة، حق الزوجة، حق الابن، حق البنت، الجار، الضيف. دي كلها حقوق ثابتة في الشريعة، ما داير لا قانون من كافر ولا من خواجة. لكن حتى الكافر لو قنن قانونا عادلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أمشوا الحبشة، الحبشة كان زعيمه منه النجاشي نصراني، قال لهم فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، الزول ده ما بيظلم زول. وفعلا الصحابة لما مشوا وقريش أرسلت وفد لإرجاعهم، الرجل ده أنصفهم قال لهم ما بسلم كلهم، الناس ما عملوا حاجة. ده العدل، خليت بالك. قال إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وللأسف الشديد كل دول المسلمين إلا من رحم ربك وما أقلهم ملانة بالظلم. طبعا في بعض البسطاء والسذج بيفتكر الظلم ده إلا في الدول الفقيرة، يعني الناس الدول المفلسة زي السودان والدول يقول في أفريقيا دول المسلمة دي والفي آسيا يقول لك دي ما أصلا سجمانين. لا أبدا، حتى الدول الغنية فيها ظلم، زي الدول الخليجية ناس ماكلين شاربين ومرتاحين وأعلى دخل في العالم برضو فيها ظلم. ظلم كيف؟ من كثير من النواحي، من كثير من النواحي. أنت إذا قلت رأيك في هذا حق وباطل قد تسجن، هذا ظلم.
إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قد تسجن، وهذا ظلم، بل محاربة الداعين إلى الله سبحانه وتعالى والمصلحين في تلك المجتمعات هو أقرب إلى الكفر، وأحيانا يكون كفرا وحسب فعل هذا الفاعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأمة دولا وحكاما ويجمعهم في دولة واحدة عادلة تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، يبصر هذه الشعوب بدينها حتى تقوم به لتلقى ربها. الخصلة الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. طبعا دي أكتر حاجة احنا عملناها في السودان. ولم ينقضوا عهد، لأن الله عنده عهد. الله سبحانه وتعالى عهد إلينا بهذا الدين، ده عهد الله سبحانه وتعالى، وعهد رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلينا بالحفاظ على سنته وتطبيقها والقيام بهذا الدين. الله سبحانه وتعالى قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. يجيك عدو من برا سلطوا علينا. احنا جاب لنا أكبر عدو اللي هو الإمارات، عليهم لعائن الله صباح مساء، عليهم لعائن الله تترى. حكومة الإمارات لعنهم الله أينما يمموا وأينما ذهبوا. سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، الله سلطهم علينا. وهؤلاء طبعا هم أحذية لليهود. ما تفتكروا الإمارات دي تفكر، لا، هم عبارة عن أحذية لليهود. وهذا مشروع اللي جاري في السودان، ده مشروع صهيوني أمريكي ينتعل هذه الدول الخليجية إلا من رحم ربك. قال: سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. انت مش جوك ناس من تشاد ومن النيجر ومن مالي أفريقيا الوسطى؟ جوك ولا ما جوك؟ قال لك من غيرهم، من بلد تانية، من محل تاني، من مجتمع تاني، فأخذوا بعض. يعني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سنة كده هتحصل كده؟ لا، ما قال لك حيجوك ناس يقلعوا منك اللي عندك. يقلع عينك. ليه؟ لأنك انت نقضت عهد الله ورسوله. عهد الله ورسوله في شنو؟ حيينا في الخصلة الخامسة برضو مفصل. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. هل أئمتنا حاكمين بكتاب الله؟ لا. يقول لك الحرب زي ما قال حميتي: إن كان هو حيا أو ميتا لا يهم. طبعا احنا لا تهمنا حياته ولا موته. المهم الكلام اللي قالوا ده هو حق. قال: يا جماعة والله الحرب دي سببها الاتفاق الإطاري. قالوا ولا ما قال؟ قال. فضح الصعاليق المعودين كلهم، وده صحيح. أنا سمعته منه مباشرة وجالسته عدة مجالس. في الأول هو ما كان راضي عن الاتفاق الإطاري ده، خذها مني وأباهل، وسمعتها منه في مجالس فيها عشرات الناس. في الأول ما كان دار الإطاري ده، والكلام ده قالوا في التلفزيون. قال: يا جماعة احنا وقعنا كرعنا فوق رقبتنا. صح ولا ما صح؟ وده سمعت منه قبل ما تسمعوا انت في التلفزيون. هو اضطر إلى ذلك، أكره، لأنه طبعا هو عبارة عن حذاء من أحذية الأحذية. هو حذاء لهؤلاء الأعراب الكلاب. وبعد ذاك دخلوه في الإطاري، وفي النهاية قال الإطاري ده يتوقعوا عليه، ونحن ذاتنا دعانا الاجتماع ورفضناه، وأنا قلت له هذا الإطاري كفر وبدخلك جهنم، ويمكن ناس يكون دخلوا جهنم ذاته. قلت له اتفاق الإطاري ده كفر بواح وبدخلك جهنم. قال لي جهنم عديل؟ قلت له جهنم عديل. والكلام ده عليه شوط 17 18 ما بين دكتور وبروفيسور، ولو أنكروا لبهلتهم جميعا. قال بدخلك جهنم عديل الإطاري ده اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. هل كتاب الله في الإطاري؟ أبدا. الإطاري ده كفر مبين مخرج لهذه الدولة من الملة تماما. قالوا: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله. شوف عبارة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخير دول الاجتهاد، يتخيروا دي ولا دي من منو؟ من كتاب الله، مما أنزل الله. مش يتخيروا من قوانين الإفرنج الإنجليز مرة، ومرة فرنسيين، ومرة الألمان. لكذا شوفوا لنا الهنود، شوفوا لنا المشرع المصري ولا مين. لا أبدا، هذا كله من الكفر. حكم الله بس. الله قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله قال الحكم بتاعنا براي، ما يتدخل فيه أي زول، لا أحمر لا أسود، لا عربي لا عجمي، لا مجلس لا برلمان.
أي تدخل تشريعي مع الله سبحانه وتعالى ده خروج من الملة. أي زول يشرع مع الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن به الله هذا كافر وطاغوت من الطواغيت يقاتل. لكن أين الأمة من هذا؟ هل عرفت الأمة دينها؟ هل عرفت الأمة ما ألم بها من هؤلاء المجرمين من عباد السفارات ومن عباد الإفرنج؟ ما الأمة ما عرفت الكلام ده، لا بد أن تعرف. قالوا ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. قال لك لو ما عملتوا كده ما حكمتوا بحكمي بجعل بأسكم بينكم شديد. وده الشيء اللي حصل. قاموا على الإنغاز، قالوا الإنغاز ده الكذابين ما عندهم دين، ما عندهم، قالوا شريعة وما طبقها. طيب أنت يا من خرجت على الكيزان، أنت اللي خرجت وعملت لك اعتصام ولما يتلقى عشرات الآلاف من شرذمة القوم من الغوغاء والدهماء، هل أنت طالبت بحكم الله؟ قبلنا جدلا إنه الكيزان ما حكموا شرع الله. هل أنت حكمت شرع الله؟ هل طالبت بشرع الله؟ أنت حتى الكتبوا الكيزان ده قلت ما دايره. الكتبوا الكيزان ده، والكيزان ده لما كتبوا أنت ما طبقته معاهم ليه؟ أنت مش كنت موجود 30 سنة؟ قول لهم تعالوا يا جماعة أنتوا كتبتوا الشريعة هاي وفعلا كتبوها. ونحن نباهل كل من هب ودب وطار ودرج إنهم كتبوا الشريعة كلها مكتوب. أنا شفتها، قريت الكتيب بتاع القوانين الإسلامية كلها موجود في السنة. كلها اتكتبت، حتى الحدود التي ينكرها بعض مفكرين كاتبينها، حد الردة كاتبينه، كله مكتوب. ما تطبق ليه؟ لأنه الشعب ما عنده دين يطبق الكلام ده، ولا بيحمل التطبيق ده ذاته، ولا قدر التطبيق ده ذاته. لكن الآن لو الناس كلها وقفت وقفة رجل واحد وطالبوا الإنقاذ بإنفاذ شرع الله زي ما أنت قلبتهم، ألزمهم بالشريعة. أنت قلبتهم ليه؟ أنت قلبت الكيزان ليه؟ مش قلت لأنهم ما حاكمين بشرع الله وكذابين ومستهزئين؟ طيب أنت حكمت بشرع الله؟ هل أنت أصلحت البلاد؟ طيب هم بس جمعوا رمادهم ده كانوا أمنين لك البلد، والوضع كان رخي جدا اقتصادي، والناس كانت عايشة وما كانت مجابدة في معايشة زي أسف. أنت عملت شنو؟ أنت أزلت شرع الله المكتوب ومارست الكفر البواح وخالفت شرع الله سبحانه وحاربته. والفواحش ظهرت علنا في السودان، فواحش علني، بنات مطلوقات سفيهات ملقوطات ما بعرفوا وين، بنات حراب ولا جايين من وين، كانوا بكوركو يقول لك ضد العسكر والأبوية. أبوية دي شنو يعني؟ يعني هي ضد أبوها ذاته. يعني أنت شلت الكيزان عشان البنات ينطلقوا ويفارقوا أبهاتهم؟ يعني ده دينك أنت جيت به؟ هذا هو دين القحاطة عليهم لعين الله. قالوا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. وصل الله جعل بأسنا بيننا شديد، واليوم الليل البأس شغال. قال وفي رواية ابن عباس قال ما جار قوم في حكم إلا جعل الله بأسهم بينهم شنو؟ شديدا. هذا الذي ابتلينا به. وهناك روايات أخرى نذكرها إن شاء الله لأن فيها فوائد أخرى. قال إذا رأيت المطر قد قحط فاعلم أن الزكاة قد منعت، وإذا رأيت السيوف قد عريت فاعلم أن حكم الله قد ضيع. قال لك السيوف دي لو طلعت الضرب وقع أعرف أن حكم الله ضيعوه. وبالمناسبة ممكن كان الله سبحانه وتعالى والله عليم بما يفعل، لا تألى على الله. قبل لما ما كان في شريعة معلنة وما في دينها قوانين وضعية كلها، يمكن انت لو قلعت بتاع القوانين الوضعية ده وجبت بقوانينك الثانية تكون إثمك أقل ممن أزاح شرع الله ليأتي بقوانين الطواغيت من الشرق والغرب. ليه؟ لأنه انت شلت كفر وجبت كفر. لكن انت هنا فيما يسمى بثورة ديسمبر أزلت الإسلام وجئت بالكفر، والله سبحانه وتعالى ابتلاك وما زال يبتلينا إلى يومنا هذا حتى يرجع الناس. ليه؟ لأنه شنو؟ لأنه ذكر ابن عباس عن كعب قال إذا رأيت المطر قد قحط فاعلم أن الزكاة قد منعت، وإذا رأيت السيوف قد عريت فاعلم أن حكم الله تعالى قد ضيع. فانتقم بعضهم ببعض. قال لك الله بسلط النار على بعض ينتقموا من بعض. ليه؟ لأنه فارقوا ضرب الله سبحانه. وإذا رأيت الوباء قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشى. قال لك الوباء لو كتر أعلم منه الزنا كثير في البلد.
وفي رواية موطأ مالك عن ابن عباس موقوفا قال، دي رواية في الموطأ لابن عباس موقوفا عن ابن عباس قال. وطبعا ده لا يقال إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه غيب. قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب. احنا هسه مرعوبين ولا مرعوبين؟ الغلول هو إنه الإنسان يأخذ شيء من حقه، يغل، يعني يأخذ له حاجة خلسة، يختلس، يسرق له حاجة تحت يخون الأمانة. قال ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، والموت الآن في السودان بالآلاف. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. الآن الرزق ضعيف جدا بقى. قال ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم. الدم فشى ولا ما فشى؟ ليه؟ لأنه قال شنو؟ قال حكم قوم بغير الحق. الحق هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. قال إلا فشى فيهم الدم. ولا خطر قوم، خطر معناه غدروا، خطر بمعنى غدر. ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. ونحن للأسف الشديد الله سبحانه وتعالى سلط علينا العدو، عدو من العرب وعدو من العجم وعدو من الإفرنج وجميع أنواع الأعداء كلهم سلطوا على السودان. ليه؟ لسبب واحد، أنهم أزاحوا حكم الله. حيقوم واحد يقول لي هو الشريعة كانت فيه؟ ما في شريعة، لكن المكتوب ده أنت شلته. مجرد إزاحة هذا المكتوب هذا كفر بواح. خذها مني فتوى، من أزاح وأبعد واستبعد ورفض حكم الله سبحانه وتعالى المكتوب، ليس المفعول خليه، المكتوب ده أنت ما دايره فأنت كافر خارج الملة، ولو صليت وصمت وقمت الليل وصمت النهار وسكنت بالكعبة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الأمة على الحق وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تسلط عبادك على هذه الطغمة الفاجرة الحاقدة البائرة الفاسدة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وأقم الصلاة.